لا نهرب من هذه المشكلة. هذا أصل القضية. القوى السياسية اتفقت في منهاج وزاري على قضية مفردة اسمها تسليم المقرات الحزبية في محافظات نينوى وكركوك وديالى. كل القوى السياسية بدون استثناء، مو إجراء حكومي، وإنما هذا تطبيق لمنهاج وما اتفق عليه. ويوم أمس أنا دعوت ائتلاف إدارة الدولة، كل قيادات ائتلاف إدارة الدولة بحضور السيد رئيس الجمهورية، وقلت لهم بالكلام الواضح والصريح: اخوان، هذا التزامكم، ملتزمين به؟ لو ما ملتزمين، ما ملتزمين، هذا كل واحد يقعد بمكانه. عندكم التزام متفقين عليه؟ ليش تتكلمون انتم تقولون هنا متفقين وكل واحد يحرك ادواته من تحت الطاوله وتنعكس وين؟ على المواطن وعلى سقوط ضحايا شهداء وجرحى من مواطنين ابرياء عزل. فالمشكله في كركوك مو مشكله امنيه، وانما مشكله سياسيه. خرج الائتلاف والاجتماع يوم امس باتفاق واضح ببيان بالنقاط عده. الحمد لله كان حديث مسؤول وصريح، واللجنة القيادية من ائتلاف إدارة الدولة سوف تنتقل إلى كركوك، تلتقي كل الفعاليات السياسية الاجتماعية وتعالج المشاكل الآنية. احنا ما نقدر نعالج كل المشاكل اللي موجودة، لكن الأهم